السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. وشكرا لكم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى التشجيع ديالكم ليا، شكرا لكم من القلب. اليوم جيتكم بهذا الكيك بحجم عائلي اقتصادي سهل وسريع بكريمه الشوكولاته. كيجي رائع، كيجي خفيف وفي نفس الوقت سهل وسريع واقتصادي. نتمنى ان شاء الله انه ينال الاعجاب ديالكم. ندوز معكم مباشره على الطريقه ديال التحضير والمقادير وفرجه ممتعه. وما تنساوش تضغطوا على اللايك وعلى زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، واللي بقى ما تابوناتش معايا وعجبتها قناتي ما تنساش تبرك على زر اشتراك باش يبقى يوصلها كل جديد ان شاء الله. ندوز معكم مباشره لطريقه التحضير والمقادير. اول خطوه غادي نحتاجو فيها كاس ديال السكر حبيبات، وكاس ديال الزيت النباتيه، وكاس ديال الحليب، وجوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، اي ما يعادل 2 ساشيات. هنايا غادي ناخدو الاناء اللي غادي نخلطو فيه المكونات ديالنا. هادو مكونات اللي غنحتاجوهم في الاول، ومازال غنضيفو مكونات وحدين اخرين من بعد. هنايا باش غادي نشكلو واحد الكريمه ديال الشوكولاته اللي كتكون زوينه بزاف. كنعتمد انا بزاف حتى في التزيين ديال لي كيك ولا ديال لي طارت، كتجي زوينه وكتجي بنينه بزاف بزاف. هنايا من بعد ما شفتو درت كاس ديال سنيده وكاس ديال الحليب وكاس ديال الزيت مع 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. غنحاول نطحنهم مزيان على هذا الشكل حتى يولي عندنا عاقد على شكل كريمه، على هذا الشكل ما يبقاش داك القوام ديالها جاري. هانتوما كيجي على هذا الشكل بحال شكل ديال الكريمه، كيكون على شكل كريمي. هنايا من بعد ما ولا على هذا الشكل هانتوما هنايا هزيتو باش نوريكم القوام ديالو كيفاش خاصو يكون. الا ما كانش على هذا الشكل بقاو طحنوه، ورا دغيا غير كتبداو طحنوا فيه كيولي على هذا الشكل. الا ما طلعش لكم على هذا الشكل غير طربوه مازال شويه وغيولي على شكل كريمي. هنايا خديت الاناء اللي غادي نخلط فيه الكيك ديالنا، خويت فيه داك الكريمه وخليت قياس ديال واحد كاس ديال العنبه اللي خليت جانبا باش انني غادي نحتاجو في التزيين من بعد. وضفت على داك الكريمه 2 بيضات وقبيصه ديال الملح لتصحيح الذوق، ونحاول انني نطربهم مع بعضياتهم. تقدروا تستعملوا الطراب الكهربائي، خدمت انا هنايا غير بالفوي اليدوي على هذا الشكل حتى نمزجوا المكونات ديالنا مزيان. وغنضيفوا هنايا الدقيق، ما عبرتوش باش نقول لكم العبار بالضبط اللي خدات ليا ديال الدقيق، ولكن غنوريكم القوام ديال الكيك ديالنا كيفاش خاصو يجي. هانتوما هنايا كنضيف الدقيق شويه بشويه، وغنضيف هنايا 2 ساشيات ديال خميره الحلويات، اي ما يعادل 16 غرام ديال خميره الحلويات بيكنج باودر. صافي، وغنحاولوا نخلطوا المكونات ديالنا مزيان عادي كما كتخلطوا الكيكه، راه كلشي كيعرف يخلط الكيكه. وكنزيد الدقيق شويه بشويه حتى كنتحصلوا على واحد القوام اللي هو ماشي خفيف بزاف وماشي ثقيل. على هذا الشكل الا درتوه ثقيل غتجيكم الكيكه ديالكم ثقيله، والا درتوه خفيف الكيكه ديالكم غتجبدوها من الفران وغادي تهبط. غيكون القوام ديال العجين ديالنا على هذا الشكل. وهنايا خديت المول اللي غادي نديرو فيه الكيك ديالنا، تقدروا تستعملوا هذا او داك المول اللي كيتحل من الجناب، ولا المهم المول اللي تحبوا تقدروا تستعملوا فيه هذا الكيك. انا هذا دهنته بشويه ديال الزيت ورشيته بشويه ديال الدقيق، واحد شويه باش ما يديرش لينا فاش كيطيب غدير لينا داك الطبقه ديال الدقيق على برا. الا كان متواجد عندكم الكاكاو تقدروا ترشوه بالكاكاو في بلاصه الدقيق، انا ما كانش بقى ليا صافي رشيته غير بشويه ديال الدقيق. وتحاولوا تخويو فيه العجينه ديالكم الكيك ديالكم. وهنايا راني دايره الفران راه شعلته راه كيسخن على درجه 180 درجه، ما كيحتاجش الوقت بزاف في الطياب، راه دغيا كديروا واحد المده ديال 20 دقيقه كطيب الكيك ديالكم. هنا درت 180 درجه وشحت ليه غير من التحت حتى طاب. وهنايا غادي ندوز نحضر معاكم الكريمه ديال الشوكولاته. احتاجيت هنا واحد معلقه ولا 2 معالق ديال الحليب على حساب القياس ديال الكريمه اللي بغيتو ديروا، واش بغيتو ديروها كثيره ولا شويه. انا درت هنايا تقريبا 2 معالق كما كتشوفوا ديال الحليب، وضفت معاهم مربعه ديال الشوكولا. ومن الاحسن تكون شوكولا نوعيه جيده. انا درت هنايا شوكولا اللي فيها نسبه ديال الكاكاو عاليه باش كتعطينا داك البنه، كتجي الكريمه ديالنا كتجي بنينه بداك الشوكولا اللي كتكون مره. صافي، هنايا نتوما من بعد ما ذوبتم على هذا الشكل بحال هكايا، هنايا غادي نضيفوا داك الكريمه اللي كانت بقات لينا في الاول اللي خليت من الخليط الاول فاش طحنتها. الا بقيتوا عاقلين نتوما هنايا بقات لي داك الكريمه اللي خليت القياس ديال الكاس، ضفتو على هاد الشكلاط هذا وغادي نخلطوها مزيان.
نمزجوهم مزيان مع بعضياتهم على هاد الشكل بحال هكا. وعرفتوا هاد الكريمه كتجي زوينه وكتجي بنينه بزاف بزاف. كنعتمد انا بزاف في التزيين ديال لي كيك، تقدروا تعتمدوها في التزيين ديال لي طارت ديال الحلوى ديال. المهم كتبقى كريمه زوينه بزاف حتى في الديسير ولا لي كلاص، تقدروا تزينوا بها اي حاجه وكتجي بنينه بزاف. ان شاء الله تجربوها. وهذا الكيك ديالنا من بعد ما خرجناه من الفران هو باقي سخون، وعندي هنايا نص كاس ديال الحليب بارد دوت فيه ساشيه ديال قهوه سريعه الذوبان نسكافي مع شويه ديال سنيده. وحاولت سقيت الكيك مزيان باش ما يجيناش ناشف من الداخل، كيجي مسقي كيجي زوين. وخديت هنايا هاد العود ديال الشوك، حاولت تقبت مزيان الكيك ديالنا كامل باش تدخل لينا فيه داك الكريمه. ملي تكونوا كتاكلوا في الكيك ديالكم غتلقاو داك التعليكه ديال الشوكولاط دخلت فيه لداخل كيشرب. كتهزوها مع العضه ديال الكيك كتلقاو داك التعليكه ديال الشوكولاط داخل فيه لداخل مسقي داخل فيه الشوكولاط. وصافي هنايا حاولت خويت عليه داك الكريمه ديال الشوكولا اللي صاوبنا، وحاولت انني نسويها من الفوق باش تجي طبقه مستويه على هذا الشكل كما كتشوفوا. والتزيين كيبقى اختياري، درت فيه خطوط الشوكولا على هذا الشكل، ودرت فيه هاد الخطوط على شكل بحال شكل تزيين ديال الملفاي. وصافي هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا. تقدروا تزينوا كما بغيتوا، ترشوا فوق منه كاوكاو ولا كركاع ولا. المهم التزيين كيبقى اختياري، ولا ديروا شي حاجه ديال الديسير كاين الفواكه ولا. المهم التزيين كيبقى اختياري. وهنايا غادي نقطعها معكم، تقدروا تقطعوها مرسوات كبار ولا صغار على حساب الحجم اللي بغيتو. صافي وشتو كيفاش كتجي رطبه دغيا. شوفوا غير القطعه كيفاش كيمشي فيها الموس دغيا كيمشي، كتجي رطبه وكتجي هشيشه وفي نفس الوقت كتجي بنينه. ان شاء الله غادي تجربوها. وكما لاحظتوا معايا راه اقتصاديه وسهله وكتوجد في وقت اللي هو دغيا ما كتعطلش بزاف، وكتعطيكم كميه اللي هي كثيره. نتمنى ان شاء الله انها تنال الاعجاب ديالكم. وها هي كيفاش كتجي من الداخل وكتجي مسقيه بداك الشوكولاط وداك الحليب اللي سقيناها. كتجي لداخل زوينه وما كتجيش معجنه ولا ثقيله ولا زعما ثقيله، كتجي خفيفه وكتجي معلكه. نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم. والى عجبتكم ما تنساونيش من البارطاج مع كاع الناس اللي كتعرفوا كيتعم الفائده، وتشجعوني حتى انايا. وما تنساونيش من اللايكات. واللي اول مره كتكتشف قناتي وعجبها وصفاتي ما تنساش تورك على زر الجرس وعلى زر اشتراك باش يوصلك كل جديد. ونقول لكم انا دابا خليتكم على خير، نتلاقاو مع فيديو جديده وصفه جديده ان شاء الله. بسلام عليكم.